رايان شرقي يشعل المنافسة بين بالماضي وديشان. السلام عليكم، مرحبا بكم إخوتي. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو للتوصل بكل جديد. يلوح في الأفق صراعا متجددا بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ونظيرتها الفرنسية على أحد اللاعبين من ذوي الجنسية المزدوجة، ويتعلق الأمر بالنجم أولمبيك ليون الفرنسي رايان شرقي الذي لم يحسم وجهته الدولية لحد الآن، بينما تشير تقارير إلى اقترابه من تمثيل بلده الأصلي الجزائر مقابل تحرك منتظر من الاتحادية الفرنسية من أجل الاحتفاظ به للعب مع أكابر الدياكة بعدما مثل جميع الفئات السنية. وكشفت مصادر إعلامية فرنسية بأن المعركة القادمة بين الاتحادين الجزائري والفرنسي ستكون حول الموهبة ريان شرقي الذي لا يختلف اثنان على إمكانياته الكبيرة وتوقعات بمستقبل لاعب كبير. فقد أفاد موقع فوت وان بأن مدرب المنتخب الفرنسي الأول ديدي ديشان مهتم كثيرا بصانع الألعاب ويرغب في ضمه مستقبلا، حيث يسعى لتحسينه وتفادي سيناريو أمين جويري آخر المنضمين إلى الخضر، وقبله عدد من اللاعبين على غرار حسام معور وريان أيت نوري. وأضاف المصدر ذاته بأن شرقي أصبح الهدف المقبل للناخب الوطني جمال بالماضي والفاف، ما يجعل ديشان مطالب بالتحرك خلف الكواليس، مؤكدا بأن اللاعب سيكون تحت أنظار المدرب الفرنسي خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، وفي حال تألقه سينضم إلى كابر الدياكا. لا تنسوا إخوتي الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.